ضيوف قطر اهلا ومرحبا بفريق نادي الهلال اللي باين في الصوره احتياط الفريق صالح ناصر، فهد عبد الله، محمد علي، عمر عبد الله، محمد بندر وعادل حنتوش، والمدرب البرازيلي المعروف لوري ساندري، ومدير الفريق طبعا الكابتن فهد المصيبيح اللاعب الدولي السابق، ومنصور الأحمد كذلك نجم الهلال السابق إداري الفريق. هذا نادي السد، أحمد خليل في المرمى، راضي شنيشل، عبد الله كوني، عبد الرحمن محمود، عبد الناصر العبيدلي، هناك محمد غلام، ضاح النوبي، حسين فضل الله، وفهد الكواري، وجوزيف أوجو، وحسين عموته. احتياط فريق نادي السد. هناك أيضا احتياط فريق السد اللي هم هذا باين في الصورة المدرب جمال الدين موزوفيتش وخليفة خميس. احتياط السد محمد طاهر، عادل درويش، محمد زيارة، عادل جدو، عبد الرضا باقر، جاسم عسكر، وخالد إبراهيم. كل التوفيق إن شاء الله للفريقين في تقديم مباراة رائعة اليوم تليق بسمعة الكرة الخليجية، وناديين كبار، نادي السد ونادي الهلال السعودي، قطب من قطاب الكرة السعودية فريق نادي الهلال السعودي. هذا حكى المباراة سعد كميل وراح يطلق صافرته، وبالفعل أطلق صافرته سعد كميل تلعب الكرة مثل ما احنا سامعين. بلاعبيه وبإدارته أتمنى إن شاء الله للاتحاديين في المباراة القادمة وفي المناسبة القادمة أمام الاستقلال الإيراني في جدة وطهران. أتمنى إن شاء الله توفيق. كرة ملعوبة الآن ومحاولة وتتمرر جميلة ناحية اليسار ودخل من رجسات النقل وكمان وجول. الهويدي يسجل الهدف الأول للهلال. واحد. شوف لي عادة وصلت كرة حلوة جدا ولعبة داخل الستردات، والهويدي كهداف متمكن، ولكن ايضا التمريرة جميلة ايضا من ليوناردو ألفيس اللي يلعب اول مباراة له امام السد واول مباراة له مع الهلال السعودي. اذا شوف التمريرة هذه تمريرة ذكية وان لعبت كملها. شوف لعبها جميلة. الهويدي يكمل الكرة ويكمل الكرة داخل المرمى ويسجل أول هدف للهلال. هدف حلو ومطلوب على عرض السد القطري. له قيمة الهدف هذا، له قيمة لو احتجنا على في عدد الأهداف. ضاح النوبي يمرر وجنا ابدا. شوف ارتقاء الحالة، ريتانا ارتقى الحالة ولما وقع لم يكن هناك. شوف ريتانا لم يتحرك، لم يعمل اي شيء. اذا اللعب متوقف حتى يتم علاج. احمد خليل. لعب واقف، ويعني المعلق لا يستطيع ان ياتي بجديد ما دام ان يعني المباراة تسير بطريقة روتينية ليس فيها هناك إثارة في محاولة من الصدر. شوف احتسب الخطأ. اوجو راح يطلع والزبارة خالد، لا مو خالد زبارة، محمد زبارة نازل رقم 3. الهلال خطأ وتلعب وتتمرر وتتكمل. فرصة ذهبية، مو معقول فرصة ذهبية تضيع على الهلال. يعني شوف، يعني فرصة ذهبية مرتين لم الهويدي ضاعت منه. شوف لي عادة الله ورجعت وتكملت. شوف مرة ثانية،
هويدي كمل. بعيد عنك، ما صادها، خارج ارض الملعب، خارج ارض الملعب. يعني شلون في الاعاده بيجيب الهويدي ما جابها قبل الاعاده. كره خارج ارض الملعب، كره خارج ارض الملعب. يحاول يعدي وينقل كره داخل الجزاء، واحمد خليل يحصلها. احمد خليل يحصلها. عادل جدوع تتمرر ناحية اليمين ومحاول نقلة كرة داخل منطقة الجزاء، لكن تقطع وترجع مرة ثانية. عبد الناصر بيحاول يعدي ويلعبها ايضا. نطلع، خذها خلاص. اهدى شوية. كرة ملعوبة طويلة، وحكم المباراة يصفر. صفر. سعد كميل يعلن نهاية الشوط الثاني والمباراة بتقدم الهلال السعودي بهدف واحد في مباراة الذهاب مقابل لا شيء للسد القطري. والف مبروك للهلال السعودي ولكل الفرق الفائزة. وشكرا ايها الاخوة والاخوات للزملاء في الرياض الذين ساهموا معنا في نقل هذه المباراة حية وعلى تلفزيون المملكة العربية السعودية بقناتيها الاولى والثانية. الى ان القاكم ان شاء الله في مباراة ثانية. اكرر التباريك وتهنئتي للهلال السعودي والكل جمهور السعودي، والى ان نلقاكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد البكر، الدوحة. مرتين متتاليتين وان شاء الله يحقق الثالثة، ان شاء الله يحقق الثالثة. وفريق الهلال جدير حقيقة نظير مستواه المتطور، وكرة حلوة وجميلة من يوسف، ولكن ضرب الزاوية. الهلال حتى الآن شوف إعادة لها. شوف يوسف حطها جميلة، ولكن الدقائق عيد طلعها ضرب الزاوية. كيماوي راح ينفذ ضربة الزاوية، يلعبها ناحية خالد رشيد، يلعبها خالد ولكن مقطوعة، ترجع مرة أخرى. الهلال أكثر ضغط، أكثر سيطرة، وطبعا فريق الهلال ممتلك زمام وسط